هاي يا حلوين. النهارده مع تالت حلقة في سلسلة الستايلينج اللي بدأناها سوا، وهنتكلم عن جسم الكمثري أو شكل المثلث، وهو من أجمل وأشهر أشكال الجسم. بيتميز بأن الوركين والفخذين أوسع من الكتفين، وده ممكن يخلق شوية تحديات في اختيار اللبس، لكن مع شوية نصايح بسيطة نقدر نبرز جمال جسمنا ونتجنب أي عيوب ظاهرية. هل حسيتي قبل كده ان في لبس بيظلم شكل جسمك؟ في الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن اللبس المناسب لكل جزء، وازاي تختاري القصات المناسبة اللي تبرز جمالك، وايه القطع اللي توازن الشكل. كمان هنتكلم عن بعض العيوب اللي ممكن تظهر زي بروز المؤخرة او البطن، وازاي نختار اللبس اللي يخفيها بذكاء. مش بس كده، كمان هنغطي الاكسسوارات والاحذية اللي بتكمل الاطلالة وتناسب جسمك. فخليكي معايا لحد الاخر علشان تلاقي ستايلك الخاص بكل ثقة ونقاء. أهدافنا هنا بسيطة وواضحة، هي خلق توازن بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وجذب الانتباه لأعلى، وإبراز الخصر، وإخفاء أي مناطق مش مرتاحة ليها. أول حاجة هنتكلم عن اللبس المناسب، وهنبدأ مع البلوزات. اختاري دايما بلوزات اللي بتكون فيها زخرفة عند الأكتاف زي الكشاكش أو البطانة البارزة، علشان تدي إحساس بعرض أكبر للأكتاف. والبلوزات اللي فيها ياقة مفتوحة اللي هي الفي نيك علشان تبرز الصدر لو كنتي مش محجبة. البلوزات الفاتحة او اللي بتكون الوانها زاهيه في الجزء اللي فوق بتجذب النظر اكتر. كمان تجنبي البلوزات الضيقه جدا اللي بتنتهي عند الورك لانها بتبرز الارداف. بالنسبه للفساتين، بنختار فساتين باكتاف عريضه او باكمام منتفخه عشان توازن شكل الجسم، او بقصه لاين، او تكون واسعه من تحت علشان تخفي الارداف العريضه بشكل انيق. تجنبي الفساتين الضيقه عند الخصر والفخذ لانها بتبرز العيوب، واختاري الفساتين بالوان داكنه من تحت وفاتحه من فوق. والبنطلونات، نختار البنطلونات الستريت او الوايد لانها بتخفف من بروز الفخذين. والبنطلونات كمان الهاي ويست بتساعد في تحديد الخصر وبتدي شكل متناسق اكتر. تجنبي دايما البنطلونات الضيقه جدا السكيني او اللي بيكون فيها جيوب كبيره عند الارداف لانها بتبرز المنطقه اكتر. بالنسبه للجيبات، بنختار الجيبات بقصه اي لاين او كلوش لانها بتناسب جسم الكمثري لانها بتخفي العيوب. وبنختار الجيبات اللي بتكون طولها متوسط فوق الركبه او تحت الركبه لانها بتدي توازن جميل. وتجنبي كمان الجيبات الضيقه او البنسل سكيرت لانها بتبرز الارداف والوركين. ودلوقتي هنتكلم عن الاكسسوارات المناسبه. اول حاجه عندنا هي الاحزمه. اختاري الاحزمه الرفيعه او المتوسطه لتحديد الخصر، وتجنبي الاحزمه العريضه جدا عند الورك لانها بتزيد من بروز الارداف. والاحذيه المناسبه، اختاري الاحذيه بكعب متوسط او عالي علشان ترفع الجسم وبتدي قامه اطول. والاحذيه المدببه كمان بتساعد في اطاله الساق. وتجنبي الاحذيه الضخمه او بشرائط كتيره عند الكاحل عشان بتبرز الجزء السفلي اكتر. اختاري الشنط اللي بتتلبس على الكتف وبتكون فوق الخصر او بتكون صغيره علشان توازن شكل الجسم وما تزودش التركيز على الجزء اللي تحت. وتجنبي الشنط اللي بتقع على الورك او بتكون كبيره وبارزه لانها ممكن تخلي الجزء السفلي يبان اعرض. واختاري القلائد القصيره اللي بتكون فوق الطب زي الشوكر لتبرز الرقبه وتشد النظر لاعلى. تجنبي القلائد الطويله اللي بتوصل لمنطقه الصدر او الفخذ لانها بتجذب النظر للاسفل. والاقراط، اختاري اقراط كبيره ومتنوعه وبالوان زاهيه لجذب النظر للوجه. وتجنبي الاقراط الصغيره جدا واللي بتشد الانتباه لاسفل. بالنسبه للفات الطرح المناسبه، فالافضل تختاري لفات بسيطه وناعمه حوالين الوش، وتركزي على ان الطبقات تكون عند الكتفين شويه زياده. كمان ممكن تفضلي لف الطرح بحيث تغطي الصدر شويه مع ابراز الرقبه بشويه مساحه. ولو حابه شكل مرتب اكتر، جربي لف الطرحه بشكل محكم على الراس وخلي اطرافها تكون طويله، او خلي عند تاج الراس شويه حجم ناعم لاطلاله متوازنه وانيقه. ودلوقتي هنتكلم عن الديفوهات اللي ممكن تظهر في جسم الكمثري وازاي نتعامل معاها باللبس. اول حاجه هنتكلم عن بروز المؤخره والفخذين. في جسم الكمثري المؤخره والفخذين بيكونوا اوسع من الجزء اللي فوق، وده ممكن يخلي الجسم يظهر بشكل غير متناسق او يبرز مناطق معينه بشكل مبالغ فيه. فازاي هنعالجها باللبس؟ اول حاجه البنطلونات، بنلبس البنطلون الوايد ليج او الستريت لانها بتخفف التركيز والنظر على الفخذين. الجيبات بقصه اي لاين او جيبات واسعه عشان تغطي الفخذين بشكل انيق. البلوزات الفاتحه او الملونه في الجزء اللي فوق بتجذب الانتباه للاعلى وتوازن الشكل. والفساتين اللي بقصه اي لاين اللي بتنزل على واسع من الخصر للاسفل وتخفي الارداف. وكمان الاحزمه الرفيعه عند الخصر مناسبه جدا لتحديد الخصر وخلق التوازن. نتجنب البنطلونات السكيني
لانها بتبرز الفخذين والمؤخره، والجيبات الضيقه جدا زي البنسل سكيرت لانها برضو بتبرز كل عيب موجود في الفخذ والمؤخره، والاحزمه العريضه اللي بتقع على الورك وبتزيد من بروز المنطقه، والفساتين الضيقه عند الخصر والفخذين. وتاني حاجة عندنا هي كبر حجم الصدر. في بعض الأحيان ممكن يكون الصدر في جسم الكمثري متوسط أو كبير، وده بيغير من تناسق الجسم ويخلي الجزء اللي فوق يبان أكبر، فبنختار بلوزات بياقة مرتفعة أو ياقة في متوسطة علشان توازن الصدر وتقلل بروز الصدر، وبنختار الأقمشة الخفيفة واللي ما بتكونش بتلمع علشان ما تبرز حجم الصدر أكتر، وبنختار فساتين بقصة بسيطة من فوق بدون تفاصيل كتيرة زي كشاكش أو أكمام منتفخة في منطقة الصدر، وبنختار الأكراد الكبيرة والقلائد الصغيرة اللي بتشد النظر للوجه. تجنب البلوزات الضيقة جدا على الصدر، والبلوزات أو الفساتين بكشاكش أو تفاصيل كبيرة عند منطقة الصدر، والقلائد الطويلة اللي تبرز الصدر، والفساتين الضيقة عند الصدر. بروز البطن ممكن يكون موجود بسبب تراكم الدهون أو وضعية الجسم، وده بيخلي شكل الجسم أقل تناسقا، فبنختار الملابس بهاي ويست لانها بتساعد في شد البطن وتحديد الخصر، والفساتين والبلوزات بقصة مستقيمة او اي لاين بتساعد في تمويه البطن، والاقمشة المرنة واللي مش بتلزق على الجسم. وبنختار كمان طبقات من الملابس او الكيمونو المفتوح فوق البلوزات، وبنتجنب الملابس الضيقة عند البطن او اللي بتبرز انتفاخه، والبلوزات القصيرة اللي بتقع عند البطن وتجعل التركيز عليه، والاقمشة اللي بتلمع او الرفيعة اللي بتظهر كل تفصيل. قصر القامة القصيرة ممكن تأثر على تناسق الجسم وتخلي المظهر العام يبان مضغوط، فبنختار الأحذية بكعب عالي أو الأحذية المدببة لأنها بتدي طول أكتر، والملابس ذات الألوان المونوكرومية اللي بتكون بلون واحد من فوق لتحت لأنها بتساعد في إطالة الجسم بصريا، والقطع اللي بقصات عمودية أو التفاصيل الطولية، والفساتين والجيبات بطول الركبة أو فوقها شوية صغيرين. ونتجنب الملابس اللي بقصات بالعرض أو القصيرة جدا اللي بتقطع الجسم وتأثر القامة بصريا، وكمان الأحذية المسطحة أو الضخمة اللي بتقلل من طول الساق، الملابس المتعددة الألوان أو الطبقات الكتيرة لأنها بتشتت النظر. دلوقتي مع شوية نصايح إضافية وعامة للجسم الكمثري. اختاري الأقمشة تكون خفيفة وناعمة في الجزء اللي فوق زي الشيفون أو القطن، ومن تحت اختاري أقمشة تكون أكتر تماسك وتقل زي الديجيتال أو القطن التقيل عشان تساعد في إخفاء عيوب الأرداف. بالنسبة للألوان استخدمي ألوان فاتحة ومشرقة في الجزء اللي فوق في البلوزات أو في الفساتين لجذب النظر، واستخدمي الالوان الداكنه في الجزء اللي تحت عشان تساعد على اخفاء الفخذين والارداف، وجربي اللعب بالالوان المتباينه بين الاعلى والاسفل لتحديد التوازن. لو هتلبسي اكتر من طبقه فارتداء جاكيت قصير او كارديجان يصل عند الخصر بيساعد في توسيع الكتفين بصريا، وتجنبي الكومونو او الجاكيتات الطويله جدا لانها بتبرز عرض الوركين، واختاري قصات الملابس اللي بتعزز الكتفين زي البلوزه باكتاف منفوخه او البدل اللي بيكون فيها درابيه او كشاكش عند الاكتاف، وتجنبي القصات الضيقه جدا عند الورك او الفخذين. وبالنسبة للمكياج وتسريحات الشعر اختاري تسريحات الشعر اللي بتضيف حجم للجزء العلوي من الرأس لأنها بتخلق توازن مع الأرداف العريضة، والمكياج كمان ممكن يسلط الضوء على الوجه والعنق أكتر بعيدا عن الجزء اللي تحت. وفي النهاية جسم الكمثري من أكثر الأجسام أنوثة وجاذبية، وكل اللي محتاجينه هو إننا نختار القطع اللي تبرز جماله وتحقق التوازن في الشكل. لكن الأهم من كل النصايح هو إنك تبقي فاكرة دايما إن كل جسم جميل بطريقته الخاصة ومفيش شكل واحد هو المثالي. ثقتك بنفسك وحبك لجسمك هما سر جمالك الحقيقي. اختاري اللبس اللي يخليكي تحسي بالراحة والسعادة، وكوني دايما متألقة بطريقتك الخاصة، مش عشان تخبي حاجة لكن عشان تبرزي أجمل ما فيكي. شكرا لانك كنتي معايا النهارده، وبالتوفيق في اختيار ازيائك اللي تبرز جمالك بكل ثقه واناقه. قولولي في الكومنتات ايه اكتر نصيحه حسيتوا انها فرقت معاكم، وكمان لو اي حاجه محتاجين توضيح ليها اكتر او اي سؤال محتاجين تشاركوه معايا، وهكون موجوده دايما للمساعده والاجابه. لو عجبكم الفيديو شاركوه مع اي حد ممكن يستفيد، ولو حابين نكمل السلسله مع باقي اشكال الجسم ادعموني بلايك وسبسكرايب. باي باي مبدعين، واشوفكم على خير ان شاء الله، ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.